السلام عليكم، شكرا حابب إن شاء الله تكونوا بخير. اليوم فيديو عن ملف قوي، ملف باكس آه، بتفعيلات حلوة وقوية وبدون أي نوع من أنواع الباند. شغال الملف على الكورية والعالمية و32 و64 بت. طبعا راويكم قوة الملف بشكل مبسط. عندكم هاي تأثير عكس اللي هو هيد شوت كامل الجسم، عندك كشف أماكن وعندك منظور ايباد هماتين، وعندك ثبات سلاح، تقدير ارتداد، عندك حركة سريعة مثل ما وضح بالفيديو. والملف بدون باند على الحساب الأساسي، ما بي أي نوع من أنواع الباند، وشغال كورية وعالمية. وعندك سرعة كراوتش اللي هو ينزل ويصعد هذا، ومنظور ايباد مثل ما قلت، وتأثير اكس مثل ما وضحت. طبعا رابط تحميل الملف تلقونه أسفل الفيديو، قناة التليجرام. تلقون رابط تحميل الملف، وأيضا الجدار الناري، وكل الشروحات تلقوها. طبعا خليكم وياي لنهاية الفيديو أشرح لكم كيف تركبون الملف. مثل ما تشوفون عندنا ثبات السلاح، بس أنا يمي تعبان. ومثل ما قلت أنا رابط تحميل الملف تلقونه بالوصف، قناة التليجرام، وتحميل مباشر بدون أي كلمة سر. بس مجرد ما يوصل الفيديو هذا 50 لايك راح يتم نشر الفيديو، العفو، يتم نشر الملف وتحملوا، وماكو أي نوع من أنواع المشاكل. طبعا أنا مصور هذا الصوت بالمونتاج، أما الصوت الأصلي بعد ما صورت الفيديو وحكيت وسويت هواي سوالف نسيت أفعل الصوت. هسه نخرج ونفعل لكم الجدار الناري حتى تفهمون كيفية تركيبه، لأن أكو ناس ما قاعد تفتهم. أول شغلة عندنا الجدار الناري، وعندنا الزر أرشيف، وعندنا ملف اللعبة. ندخل على التليجرام، أو يعني القناة مالت الوصف. بعد ما راح تفتح عندك التليجرام أو قناتي، تروح على المجموعة اللي هي بالتعليقات، ونكتب الجدار ناري، مو الجدار، لا، جدار ناري فقط. راح يطلع لك هذا التطبيق. وانا مثل ما اوضح هنا بالشسمة وصف مال التطبيق، هذا تطبيق جدار ناري من على الباند. رجاء مشاهدة الشرح، اكتب فيه المحادثة شرح تفعيل جدار ناري، تضغط على الكلمة شرح تفعيل جدار ناري، وراح يطلع عندك الجدار الحفو الشرح مع جدار ناري. وايضا ملف جدار ناري هم لما تكتبه راح يطلع عندكم وبدون اي مشاكل. سنخرج ونروح على الجدار الناري، العفو، اي عندنا جدار الناري وزر ارشيف ملف اللعبة. نروح على زر ارشيف، نخرج ونروح الملف اللعبة، نسوي له استخراج هنا. راح يطلع عندك هذين 3 ملفات، ناخذهن قص ونخرج، نروح اندرويد، بعدين داتا، وبعدين ملف اللعبة إن كانت كورية أو عالمية، ونسخن بهذا المكان. طبعا عندنا الملف الأول ناخذه نسخ ونلصقه، هذا قبل لا تدخل اللعبة. نخرج وندخل على الجدار الناري، ندوس بدء الشغلة، ونخرج ونروح على الملف اللعبة، ملف اللعبة، العفو، ندخل على اللعبة. طبعا بعد ما راح تفتح عندك اللعبة، هنا اكو شي مهم لازم تسويه، تروح على قناة التليجرام، وبالوصف، او العفو بالمجموعة مال قناة التليجرام راح تكتب حذف الحماية حتى تحذف الحماية. طبعا مثل ما شفتوا، قبل لا يعني تفتح مال التحميلات تطفي الشبكة، هذا الشي مهم. اذا ما سويته بهذا التوقيت راح يصير عندك مشاكل. فاول ما تفتح عندك هاي الصورة اللي قبالكم مباشرة طفي الشبكة، راح يحمل شي بسيط، وبعدين يطلع لك المساعدة او عادة المحاولة مثل ما تشوفون. هذا ندخل ندوس على المساعدة، وراح يطلع عندكم تسجيل دخول مرة أخرى أو إلغاء.
هنا نشغل الشبكة، تدوس تجي مرة أخرى وتنتظر شوية من تجي الشبكة، راح يدخلك بدون أي مشاكل. هسه بعد ما توصل للوبي تنقل الملف الثاني، نروح ننقل الملف الثاني، وبعدين بعد ما تدخل للجيم تنقل الملف الثالث مهما كان الجيم، جيم واو أو مستودع أو كلاسيك. ننقل الملف الثالث بعد ما تدخل للجيم، وبعد ما تدخل الجيم تخسر أو تفوز تنقل الملف الثاني. طبعا شي بسيط وسهل ما فيه أي صعوبة. وهذا جدار الناري وملف اللعبة، العفو الملف مال اللعبة المهكر، تلقونه كله بقناة التليجرام، ورابط تحميله أسفل، عفوا رابط تحميل الملف أسفل الوصف. تضغط على الرابط راح يوديك على قناة التليجرام وبس. مع السلامة.